السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنعمل مع بعض الدنش بتاع الأفران، سهل جدا وبسيط. أتمنى ان انتوا تدخلوا على الفيديو تتفرجوا عليه من الأول للآخر عشان تعرفوا كل التفاصيل بتاعة الدنش. واللي يعجبه الفيديو أتمنى انه يعمل لي لايك عشان يشوفني مرة تانية. بسم الله. المقادير بتاعتنا: ربع كوباية مية دافية، معلقة كبيرة من السكر، ومعلقة خميرة، وهنقلبهم كويس قوي وهنسيبها لحد ما تتفاعل معايا عشان تديني نتيجة كويسة في العجينة بتاعتي. هنقلبها كويس كده. معلقة سكر كبيرة، معلقة خميرة كبيرة، ربع كوباية مية دافية، وهندوب الخميرة في المية وندوب السكر معاهم، وهنغطيها ونسيبها لحد ما تتفاعل. بعد كده نبدأ نشتغل بيها. العجينة بتاعتي معايا نص كيلو دقيق متعدد الأغراض منخول. هنقول ربع معلقة صغيرة من الملح، كوباية الكوبايه دي السعه بتاعتها 200 ملي، 250 ملي من السوائل. هنحطها ميه دافيه، والخميره بتاعتي اللي انا نشطتها بسم الله، ومعلقه سكر كبيره، يعني قد معلقتين كمان سكر كبار، يبقى معلقتين سكر كبار مع الخميره المتنشطه، مع نص معلقه صغيره من الملح، مع كوبايه ميه دافيه للعجن اللي هي السعه بتاعتها 250 مللي من السوائل، معاهم معلقه زي ما انتم شايفين كده من السمنه. تقدري تستبدلي معلقه السمنه دي بمعلقه زيت مليانه. هنقول بسم الله. هندوب كده السكر اللي احنا حطيناه مع الحاجه اللي معايا، ونبدا نعجن الخليط بتاعي ده كله. اتاكد بس ان السكر بتاعي داب. هنقول بسم الله كده، نبدأ نعجن. ومعانا طبعا شوية مية على جنب لو العجينة بتاعتي محتاجة لمية تاني. احنا كده كل المكونات بتاعتي مع بعضها، مفيش اي حاجة ناقصة. نقول بسم الله بقى ونبدأ نعجن. خلاص العجينة بتاعتي اهي، مسحة زيت بسيطة خالص كده، وهحطها في التلاجة بتاعتي تستريح لمدة ربع ساعة او نص ساعة. انا مش هسيبها تخمر، انا هخمرها مرة واحدة بس في الاخر، وهغطيها واحطها في التلاجة او في مكان ساقع. لو الجو دلوقتي ساقع ممكن تحطها في مكان ساقع شوية لمدة ربع ساعة او نص ساعة. بعد كده هنبدأ نعمل حاجة تانية معانا. هنجهز بقى الحشو بتاعنا. الحشو بتاعنا عبارة عن ايه؟ معلقتين كبار من الدقيق، وعليهم ربع كوباية سمنة او معلقتين كبار من السمنة. بسم الله. بالشكل ده كده. يبقى معلقتين كبار سمنة، دي مليانة قوي فهنخليها معلقتين كبار سمنة عليهم معلقتين كبار من الدقيق، وهنبدأ نخلطهم كده كويس قوي مع بعض لحد ما يمتزجوا تماما مع بعض، عشان اطلع الرطوبة اللي موجودة في السمنة بتاعتي. دي هتبقى الحشوة بتاعتي. زي ما انتم شايفين بقى شكلها كده، لحد ما لونها هتحس ان السمنه بقى لونها ابيض كده شويه. وهنسيبها بقى لحد ما العجينه بتاعتي تستريح، وبعد كده نبدا نشوف
هنعمل فيها ايه. بعد ما قطعنا العجينه بتاعتي هنقول بسم الله. نبدا باول واحده عملناها، قطعناها. التقطيعه دي حوالي 70 جرام. نقول بسم الله، نفردهم. ونحطها على جنب. نحاول بقى نفردهم قد بعض، هنفردهم كلهم بالشكل ده، وبعد كده هنشوف هنظبطهم مع بعض ازاي. كده فردنا كل الكميه. هنقول بسم الله. هنجيب بقى الحشوه بتاعتنا اللي احنا عملناها، اللي هي معلقتين دقيق معلقتين سمنه، وقلبناهم مع بعض لحد ما بقى لونهم ابيض شويه كده. ونبدا ندهنهم بسم الله. ندهن بين الطبقات ما عدا اخر طبقه بس، وشها ما بيدهنش بس كده. ونرصهم على بعض اهي عشان تبقى باينه بين كل طبقه وطبقه. نحط طبقه السمنه بتاعتنا اللي مخلوطه بالدقيق بالشكل ده كده. وبعد كده هندخلها التلاجة ربع ساعة عشان السمنة بتاعتي تتجمد، ولما اجي افردها ما تخرجش من العجينة بتاعتي. ادهنها كويس قوي كده. شبكت فيها عادي كده عشان تبقى واضحة. هنكملهم كلهم بنفس الطريقة لحد اخر واحدة هوريها لكم برضو. عملنا كل الطبقات، هنحط اخر طبقة بالمنظر ده كده، هنسيبها بقى الطبقة الأخيرة دي معلهاش حاجة من فوق، وهنحطها في الكيس بتاعنا، وهندخلها الفريزر لمدة ربع ساعة بالظبط لحد ما احسها تماسكت كده مع بعض. وبعد كده نخرجها ونشوف هنعمل فيها ايه. من التلاجة بعد ما ارتاحت تلت ساعة او ربع ساعة لحد ما تحس ان السمنة مسكت فيها كده شوية، هتحط حبة دقيق وتفرديها عليهم، وبعد كده تقسميهم مربعات بالشكل ده. هنقول بسم الله كده. اول شكل معانا هتعملي دي كده ودي عليها بس كده. ده الشكل الاولاني بتاعها، شايفين ما شاء الله التوريقات بتاعت الطبقات بتاعتها في منتهى الجمال. الصينيه بتاعتي مش مدهونه حاجه. نقول بسم الله، نحطها كده بالشكل التاني بتاعها. هو ده اسهل شكل ممكن تعمليه يعني. هو بيجي في الركن كده، بتاخدي بالمنظر ده. مش عارفه هي باينه ولا لا. في كل ركن في العجينه بتاعتي هوريها لكم على ايدي اهي. في كل ركن بتفتحي فتحه. بعد كده هنقول بسم الله. طبقنا طرف، هنسيب طرف، نطبق الطرف التاني، واللي في العجينه معانا كده نسيب طرف ونطبق الطرف التاني، ونسيب واحد ونطبق التاني. هتطلع معاكي اللي هي الشكل النجمه دي. ده شكل من الاشكال بتاعتها. انا ولعت الفرن بتاعي عشان يسخن كويس قوي قبل ما احط الصواني بتاعتي،
بعد كده الحراره بتكون اقل من المتوسط علشان يبقى مقرمش معايا كده وهش معايا. معايا شويه لبن عليهم شويه سكر. هنقول بسم الله عشان ندهن وشهم. بسم الله. ندهنهم بقى كويس قوي كده عشان ايه يطلع لونهم حلو ان شاء الله. هندهنهم كلهم بقى بالمنظر ده ونحطهم قلنا على درجة الحرارة بتاعة الفرن بتكون أقل من المتوسط. تحطي من تحت وبعد كده ترفعي تحت الشواية، برضو حرارة الشواية بتكون أقل من المتوسط. أول ما تخرج من الفرن عندك بقى شوية عسل كده من اللي بتحطوا على الكنافة. بسم الله. بس يكونوا تقال شوية. أو عندك بقى مربى تديها شوية مية كده وتديها غلوة على النار، وبعد كده تبدأي تلمعي بيها كده الحاجة بتاعتك بالمنظر ده. ما تنسوش اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد ان شاء الله. بألف هنا.